تفاصيل مقتل حمص صاحب قهوة أسوان في الكربة، وإليكم التفاصيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقى نجل صاحب مقهى في مصر الجديدة حتفه بعد تعرضه للطعن في مشاجرة مع عامل في محل عصير. وتلقى رجال الأمن في القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود مشاجرة وسقوط الخصوصية في منطقة الكربة بمصر الجديدة. وتوجهت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث قتل نجل صاحب المقهى أسوان بسكين على يد عامل في محل العصير خلال مشاجرة، وألقي القبض على المتهم. ويجمع رجال المباحث أقوال الشهود ويجرون التحريات اللازمة، بالإضافة إلى تفريغ الكاميرات المراقبة للكشف عن الملابسات والتمكن من التوضيح للواقعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب، اللهم أمين. وكانت هذه تفاصيل مقتل حمص صاحب قهوة أسوان الكربة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.